أهلا بكم. خوماش يتحدث عن إصابته مع فياريال. مدرب الدحيل يشيد بإمكانيات زياش. سلط فياريال الإسباني لكرة القدم الضوء على الحياة اليومية للدولي المغربي إلياس أخوماش داخل النادي، وهو يستفيد من حصص تدريبية خاصة لاستعادة عافيته بعد العملية الجراحية التي أجراها قبل فترة على مستوى الركبة. وقال أخوماش في لقاء مع القناة الرسمية لناديه في 9 نوفمبر الماضي: تعرضت للإصابة في الرباط الصليبي. أنا هنا سأحكي لكم قصتي، لقد عشت لحظات صعبة والآن أتعافى. وأضاف المتحدث نفسه: قم بتمارين خاصة وجلسات للعلاج الطبيعي وتدريب داخل القاعة، وأنا ممتن جدا للطاقم الطبي وجميع أعضاء النادي. وواصل اللاعب المغربي: أجد مساعدة كبيرة من أعضاء النادي، خاصة عندما آتي إلى هنا وليست لدي الرغبة في فعل أي شيء. يختلف الأمر هنا من يوم لآخر، فهناك أوقات أستيقظ فيها بحالة جيدة جدا وأخرى أشعر بالانتكاسة. تابع أخوماش حديثه قائلا: زملائي يدفعونني للتطور أكثر. في الأول كنت خائفا، وبعد ذلك طمأنني الطبيب. أبذل مجهودا مضاعفا لأتحسن بسرعة. أردف المتحدث نفسه: أعمل على تطوير جميع عضلات الساق تعود أقوى لأكون جاهزا عندما أتعافى بالكامل. عانيت كثيرا في أول أسبوعين، كان شعورا سيئا جدا. أصعب لحظة كانت عندما علمت بالإصابة. واختتم اللاعب: عشت وقتا صعبا بعد العملية، شعرت بآلام شديدة. عند مرور أسبوعين تحسن الوضع. كنت محبطا لكنني حرصت على العمل. أسوأ شعور هو عندما أشاهد الفريق يلعب وأنا مصاب وغير قادر على مساعدة رفاقي، وعائلتي ساندتني كثيرا. تحدث الفرنسي كريستوف غاليتي مدرب الدحيل القطري لكرة القدم عن الإضافة الكبيرة التي ينتظر أن يقدمها الدولي المغربي حكيم زياش بعد انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وقال مدرب الدحيل في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الفريق أمام الوكرة في الدوري نجوم قطر: حكيم زياش إضافة كبيرة بالنسبة لنا، سيساعد الفريق على المستوى الهجومي بشكل كبير. وأضاف المتحدث نفسه: زياش يجيد اللعب بكلتا القدمين ويتناسب مع ما طلبته من نائب الرئيس، والنتائج المقبلة هي التي ستجيب على التساؤلات بخصوص جدوى التعاقد مع زياش من عدمه. واصل مدرب باريس سان جيرمان السابق رحيل ديالو كان بسبب تواجد العديد من اللاعبين بمنطقة وسط الملعب مثل عبد الله وكريم وعبد المقصود، وبسبب اللوائح المنظمة للبطولة كان يقتضي علينا أن نستبدل زياش بلاعب آخر محترف ضمن صفوف الفريق، وهو ما دعا لرحيل اللاعب الرائع ديالو نظرا لوفرة اللاعبين في منطقة وسط الملعب كما ذكرت.